بالجديد في ساعة متأخرة البارح تم إيقاف مغني راب مشهور جدا بتهمة ترويج المخدرات. لأنك نعرف تفاصيل الاسم غطاس. ترويج مخدرات مش استهلاك، لا مش استهلاك، ديلر ولا أكثر، تجاوز الديلر. لا أعلم. الأبحاث توا مش تكشف، أما من المؤكد أنه الموضوع يتعلق بترويج المخدرات. كان البارح تم القبض على هذا المغني. يبدو أن الأبحاث فتحت وبصدد البحث الآن في حاليا موقف مش صراحة. لا تم القبض عليه. متلبس؟ لا، أما يبدو أنه مجبود في ملف معناتها، ويبدو أنه فما عديد القرائن اللي موجودة في خصوص الموضوع هذايا، وقاعدين يبحثوا معاه. أما من البارح معناتها تم إلقاء القبض عليه والاحتفاظ به. تفاصيل أكيد توفينا بها تباعا. أنيس بوغطاس مصدر معلومة محترم جدا جدا. المغني المعروف مغني تونسي مش اللي توقف سابقا، فمش كنت تم إيقافه. لا مش هذاك في بالكم. واحد آخر تحفظوا على ذكر الأسماء. وفي الآخر هي فما معناتها أبحاث كانوا معناتها بريء، مش يكون معناتها بحالة صراحة ومش يخرج. كان معناتها فما إدانة الحقيقة. موضوع المخدرات موضوع خطير ويمس بالأمن، حتى الأمن الوطني يمس صغارنا. بالتالي كانوا بريء معناتها أو تثبت طفل يخرج كانوا مش بريء معناتها ما عندنا حتى. وكان يطلع على حقيقة متهم خيبة الناس على خاطر أغنيته معروفين برشا أسبوع يحبوا الشباب. صحيح. فنتصور كان يستعمل طريقة الغناء شو يطلع ببريء وبحث تجيب، ولكن تصور من الغنايات نتاعو اللي ضاربين ولا مشهورين يكون مدخل هذيك لترويج المخدرات. الحقيقة ما نجموش نجزموا بحتى شيء. هذه معناتها هذه معلومة. الحقيقة الأخبار ما نجموا معناتها نتأكدوا منه إلا من المصادر الرسمية اللي هي معناتها سواء الناطق الرسمي باسم النيابة العمومية أو مصدر من وزارة الخارجية. دونك البحث يجيب المعلومة ثابتة حتى تو نجموا نتأكدوا كيف ما قال اسمه غطاس. الخبر هو إيقاف فنان راب مشهور بتهمة ترويج المخدرات. وللحديث بقية تود سويت بالبومة العريض.